دي حقيقة أنا بقول لك، لأن هم كل همهم إن هم يعني هاني أبو ريدة بيدير الكرة في مصر لحد الآن؟ لا لا لا، يتمنى إن هو يدير الكرة في مصر لغاية دلوقتي. في ناس من صبيانه موجودين، ولكن المؤثر الحقيقي على قرار الحضري في اتحاد الكرة دلوقتي موجودين صبيانه دول؟ طبعا طبعا طبعا. خلي بالك إن هاني أبو ريدة وحفظ الألقاب طبعا. هاني أبو ريدة راجل كان بيدير الكرة في مصر بقاله 15 سنة بعد وفاة الكابتن سمير الزاهر الله يرحمه. هاني أبو ريدة هو اللي دار الكرة في مصر أكتر من 15 سنة، بتتكلم في 18 سنة. فإن أنت تتخلصي من صبيانه ده هياخد وقت. وكل المشاكل اللي بيواجهها اتحاد الكرة المصري دلوقتي أساسها هو صبيان هاني أبو ريدة. طيب وجود هاني أبو ريدة سواء بشخصه أو برجالته في صالح الكرة المصرية ولا مش في صالح الكرة المصرية؟ لا، هاني أبو ريدة راجل طيب جدا، وراجل حاول ان هو يطور، ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا في الريكروتمنت، في التوظيف. الناس اللي وظفهم كلهم هاني أبو ريدة عنده مدرسه في الاداره، وهي اهل الثقه دايما ليهم الافضليه والاولويه قبل اهل الخبره واهل الكفاءه. مش هتقول مدفع الافطار اضرب، مدفع ميدو اضرب الناس اللي ودوا الكره المصريه ورا مصنع الكراسي ومعاهم بقى انت كمان. دي ما كانش فيه جمهور كتير بيجي للمنتخب مصر، يا ريت بكره ان شاء الله يكونوا موجودين. دي حاجه تسعدنا جدا لمنتخب مصر. احنا عايزين الثقه تاني ترجع للجمهور للمنتخب بتاعنا. اللعيبه كلها بتتكلم اللي احنا محتاجين الجمهور يكون في ظهرنا. دي حاجه بالنسبه لنا الشعب المصري كله يكون موجود ان هو يشجع المنتخب. ده بالنسبه لنا تكون حاجه كويسه جدا للعيبه الموجوده. يعني اللقب ده بيبقى موجود من الجمهور. تمام. بالنسبه لي انا بشوف شغل بس كويس في الملعب، وبشوف اهم حاجه اشتغل اكتر، ولو في اي حاجه بالنسبه لي يعني بتمرن اكتر وبجتهد اكتر في الشغل بتاعي. بالنسبه لي ده اهم حاجه، اكون في المنتخب او اكون في النادي بتاعي اهم حاجه اكون مركز في الشغل. بس اللقب ده بالنسبه لي والجمهور اللي حطوه ده حاجه شرف ليا وشرف لاي حد يكون اللقب ده يكون ليه يعني. بس اهم حاجه بالنسبه لي الحاجات دي ما بتاثرش عليها خالص. اهم حاجه بس شغل في الملعب، هو الشغل في الملعب هو اللي بيتكلم عن نفسه يعني. طبعا الشناوي اسالوا الصن داونز وهي تقول لكم يا ريت نركز بدل ما نتكلم خلاص اتخنقنا.